كيف نسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ومناجنا إلى آخره ثم يقتلون أخيرا؟ كيف نسكت؟ من بين الحق يا أخوة، هذه كلها من أساليبهم نحتاج بها على الشام. اتركوا الردود. قدام الغزالي كتب عدد الكتب، أبو غدة، التلمساني، سعيد حوا، البوطي، كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفيين يردوا بعض من هؤلاء، اتركوا الردود بس ما عندك ولا ردود. شو كيف يضحكون على الناس ويلعبون على عقول الناس. فبعض الناس تقع عنده شبهة كما حصل الأخ الله يغفر له. الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لأنه يبين الحق ويبين أن عندهم باطل، فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت أحمد بن حنبل ولا سكت ابن تيمية ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل ناس أهل هذه الأمة، بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى يا شباب انشطوا يا إخوة. الدعوة السلفية بالسكوت تموت، وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله كثير من الشباب ذليل ما يقدر يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتيك البدع يجمعوا عليك من كل ما يتكلموا عليك ويجون يهجموا عليك، خربوا منهجك، عقيدتك، مدارسك، بيتك، مسجدك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا البرلقم على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. الله يبارك فيكم. هيك عقيدتك، مدارسك، بيتك، مسجدك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا البرلقم على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. الله يبارك فيكم. قدمت لكم هذه المادة من موقع فواز بن علي المدخلي.